في تصريح خطير جدا عايز اناقشه معاكم، بيؤكد الروايات السابقة الماليزية والتركية. وزير خارجية قطر قال تصريح في غاية الخطورة، قال ان صواريخ باتريوت اللي هي يعني كريمة انتاج الصواريخ الامريكية، قال لك صواريخ باتريوت دي ما بتشتغلش خالص مع لما اطلق علينا صواريخ اسرائيلية لم تعمل على الاطلاق، ما شافتهاش، مع انه الصواريخ باتريوت قدرنا ندافع بيها عن نفسينا في الصواريخ اللي اطلقتها ايران، اشتغلت بمنتهى الكفاءة وتصدت ليها. انما الصواريخ الاسرائيلية صواريخ باتريوت ما اشتغلتش على الاطلاق. وده يرجعنا لرواية مهاتير محمد الشهيرة جدا والمسجلة صوت وصورة عن الطائرات الاف 15 واف 16 لما كانوا بيشتروها وبتاع، وبيكتشفوا ان الامريكان معاهم ازرار التحكم فيها بحيث ان الطياره دي ما تطيرش الا للمكان اللي عايزه الامريكان، وان الامريكان لو انت حبيت تطير الطياره تعمل بيها اي مهمه غير المهمه اللي تسمح بيها امريكا، الطياره هتتعطل ولن تستجيب لاي شيء مهما كان كفاءه الطيار. وهذه الروايه اللي تكررت تقريبا بنفس الصيغه وخرجت من تركيا على الاسلحه الامريكيه. وادي تصريح من وزير الخارجيه القطري حقيقه، يعني لا يحتاج حقيقه لشرح او توضيح. الاسلحه الامريكيه دي تحاربوا بيها بعض، تقتلوا بيها بعض، تستخدموها في عمليات لخدمتنا للدفاع عن الجيش الامريكي، زي ما رئيس الاركان شكر بالامس الخليج نفر على انهم ضحوا بارواحهم حمايه للجيش الامريكي، وانهم لو الامر تكرر هيعودوا لهذا من جديد. حقيقه منتهى الوفاء والاخلاص لمن يغتصبك ويغتصبك فعليا ويغتصب اموالك، ها وتتساقط من فمه الرياله زي ما بنقول في مصر، وهو بيحوم على لحمك وعلى بترولك. هذه الحرب اللي هو عارف تماما الثمن اللي بيدفع، لكن الخليج استنفذ اغراضه بالنسبه لامريكا. امريكا عايزه هي امريكا حقيقه عندها اكتفاء ذاتي من النفط، ده من قبل فنزويلا، من قبل فنزويلا هي عايزه يعني الليله دي خلاص بقى تتلم، لا النفط يبقى بتاع 100% لا الا ما يفرقش، لانه ايه، النفط بيروح، ده اكبر مصدر للثوره الصناعيه الصينيه ما يروحش للصين، تحدثنا عن ده طويله وكثيره. اذا الاسلحه الامريكيه باتريوت بقى، صواريخ، طيارات وبتاع، لن تعمل في اي مهمه حقيقيه وحرب حقيقيه لتلك الامه ضد اعدائها الحقيقيين. عشان تعرف قد ايه الامر معقد في الخليج. ويبقى السؤال، مين اللي جاب مين؟ القواعد اللي جابت الحكام ولا الحكام اللي جابوا القواعد؟ مين اللي بيحكم؟ القرار مرتهن عند مين؟ دي اسئله في غايه الخطوره. طبعا ده المرض العضال اللي موجود في الامه كلها من سواحل الاطلسي لشواطئ الخليج، لكن في الخليج يزداد السرطان من الدرجه الرابعه، السرطان من الدرجه الرابعه للاسف الشديد.